السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. تكملة بقى للفيديو اللي فات، هنعمل النهاردة وصفة ولا أسهل ولا أجمل إن شاء الله. متأكدة جدا إنها هتعجبكم وهتاخدوا منها أفكار كمان، لاننا هنعمل من بواقي سفرة رمضان بتاعه امبارح. هنعمل بقى النهاردة سفرة جديدة كده حلوة قوي ان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا بتمنى تحطوا لايك كتير، علشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيظهره في محركات البحث، والقناة تتشاف. ده الداعم الوحيد اللي بطلبه من حضراتكم. كمان اللي لسه مشتركش في القناة يشرفني وينورني ويضغط على اشتراك ويفعل الجرس على الكل، علشان اول ما انزل فيديو يجيله اشعار على طول بيه. بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا، يا عيلتي التانية، ربنا يبارك لي فيكم يا رب. اول حاجه بقى عملناها مع بعض ندخل في الجد. انا جبت بقى ايه قطعه اللحمه دي اللي باقيه من فيديو امبارح. يعني انا وريتكم ان انا ايه عملت إيه الكفته اقل من النص كيلو، فاخدت قطعه قلت لكم علشان انا كنت هعمل بيها وصفه، فحبيت ان انا اعمل بيها وصفه تانية خالص. دي جت على بالي عملتها بيها. حطيت بقى قطعة اللحمة دي، طبعا مش هقولك ربع كيلو، ده اقل من ربع كيلو، ده يعتبر معلقتين من اللحمة كده. حطيت عليهم بصلاية صغيرة بشرتها ناعم قوي. حطيت كمان توابل برجر، حطيت ملح وفلفل، حطيت رشة صغيرة من الكمون هتدي برضو الكفتة طعم حلو. حطيت كمان فص ثوم بشرته، ومعلقتين من البقسماط الناعم. مكست كل ده بقى مع بعضه علشان تتكون معايا عجينة كده لينة حلوة قوي، عجينة كفتة. ومش مستاهله الكبه لانها قطعه صغيره ممكن تتهدر كلها في الكبه. وبعدين عايزينها ضرب خشن كده، يبقى هي هندعكها بس كده مع بعضها، نمكس كل المكونات مع بعضها وخلاص. هنيجي بقى نكورها. انا كورتها بالشكل ده كور صغيره. الكور دي حجمها ايه؟ الكور دي حجمها زي الحرنكش. عارفين الحرنكش؟ هو الحرنكش بالظبط. واللي ما يعرفش الحرنكش بالمناسبة، هو عامل زي الطماطم صغيرة كده، نوع من الفاكهة عامل زي الطماطم صغير كده ومدور، وبيبقى فيه الورق بتاعه، والورق بتاعه بيبقى مغلفه. حلو قوي وليه فوائد كتيرة جدا وبالذات للناس بتوع الدايت. نخلينا في اللي احنا فيه. لو ما يعرفش الحرنكش يبقى قد الكريزة كده صغيرة. اه تخلوه حاجة صغيرة كده، كور صغيرة زي ما انتوا شايفينها، حتى لو الشاشة مش عارفة تجيبها. هنيجي هنا بقى، انا عندي 3 بصلات دولت صغيرين، هتحطي مثلا ايه بصلتين حجم وسط. وكمان بتكون حسب الكميه اللي انت بتعمليها تزودي البصل براحتك. هضرب بقى البصل في الكبه وكمان الفلفل والطماطم. هنيجي بقى هنا في طاسه على النار، هحط بقى كميه من الزيت، وبعد ما الزيت بيسخن معايا بحط بقى الكفته بتاعتي الجميله دي، المدوره الصغيره دي. طبعا عندك كميه كبيره من اللحمه اعملي، عندك قطعه صغيره بس كده وحبيتي تنوعي او تعملي وصفتين ورا بعض، لو بتعملي الكفته تشيلي منها جزء وتكوريه صغير كده في الفريزر، بحيث ان انت لو حبيتي تعملي وصفه زي دي وعجبتك ممكن تعمليها بسهوله. بعد ما الكفته بقى بتاعتي بتتحمر معايا وبتاخد لون، هي طبعا لسه ما استوتش سوا كامل، هاخد بقى اطلعها كده باي حاجه عشان اكمل بقيه المكونات. في الوقت ده بقى انا ضربت البصل والطماطم والفلفل، بس كل حاجه لوحدها، ما تحطوش كله في الكبه، انا ما قلتهاش في الاول. هحط بقى البصل بتاعي انا ضرباه ضرب خشن علشان احمره. مش عايزينه بقى يتحرق مننا، احنا عايزين بس لونه ندوله اللون الذهبي بس. اول ما يبقى لونه ذهبي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، هنحط بقى الفلفل الاخضر. انا حاطه الفلفل الاخضر بس بصراحه لقيته حامي قوي فما زودتهوش كله، حطيت معلقه بس منه كبيره كده، وما زودتش كميه الفلفل الحامي كلها. طبعا لو عندك فلفل اخضر وعايزه تزودي الكميه زودي، بس هو كده برضو يعني في المعقول حلو قوي. هحط كمان الطماطم اللي ضربناها في الكبه، ممكن تحطيها في الخلاط، تضربيها في الخلاط تقطعيها صغير زي ما انت عايزه، بس يعني الاحسن بتكون كده او بتكون في الخلاط. هسيبهم بقى لغايه ما يتسبكوا معايا، وهزودها كده شويه من الميه علشان الطماطم بتاعتي ما تبقاش يعني إيه ناشفه قوي، انا عايزاها تبقى يعني شده حيلها. فهحط التوابل، هحط الملح، هحط الفلفل، هحط كمان رشه من الكمون، يعني نص معلقه كمون، نص معلقه ملح، فلفل. الملح هظبطه طبعا حسب الرغبه. والميه اللي انا قلت لكم هزودها بقى دلوقتي. كميه الميه مش هتكون كتير، ده انا بس يا دوبك بس ايه هخلي الخليط بتاعي يبقى سائل كده، ما يبقاش
يبقاش ماسك قوي. هسيبها بقى لحد ما تغلي، وبعد ما تغلي هحط الكفتة بتاعتنا. احنا هنسوي الكفتة طبعا هنا في الصلصة، لان احنا لسه ما سويناهاش، يعني احنا عطيناها بس تحميرة نص تسوية عشان تبقى مستوية تماما، ولسه لما تتحط كمان في طاجن في الفرن هتستوي معايا اكتر من كده. هظبطها بقى. وطبعا علشان الكفتة دي كنت عاملاها بالدقيق، فحسيت ان القوام تقل معايا برضو شوية. فحطيت كمان شوية من المية. ما تخلوهاش يا جماعة سايلة من المية، انا بس بزود ان انا يعني بخلي القوام يبقى خفيف كده، ما يبقاش تقيل قوي لان هو لسه هينشف. بعد بقى ما غلت معانا واستوت معايا كده هطفي عليها. هجيب بقى الطاجن بتاعي الحلو ده وهفضي فيه كل الخليط الجميل ده. بصراحة هي بس لوحدها كده مع شوية رز او مع شوية مكرونة تبقى 10/10. هحط هنا بقى، هفضي مكان كده واحط البيض. هتعملي ايه؟ هعمل لكم شكشوكة تركي روعة. قطعة لحمة كده باقية معانا من وصفة المرة اللي فاتت شلناها على جنب، هنعمل بيها وصفة تانية تجنن، وصفة بقى شكشوكة تركي حلوة قوي. طب انا ما عنديش اللحمة او مش عايزة اعمل لحمة، امشي بنفس الخطوات بالظبط وحطي البيض كده وحطيها على الفرن. ده لو عاملاه مش في طاجن، لو عاملاه مثلا في صينيه حطيها على عين البوتاجاز عادي وغطيها. هحط بقى البيض باي كميه اللي انت عايزاه، وهنرش على الوش شويه فلفل وتحطيها على البوتاجاز وتغطيها لغايه ما البيض ده يستوي تماما، وتبقى احلى شكشوكه قدمتيها. برضو الولاد هيحبوها قوي. انا برضو هعمل نفس الخطوات دي. حطيت الفلفل عليها، بس انا هحطها في الفرن لغايه ما يستوي البيض، بعد كده هطلعه. ولغايه بقى ما تستوي الشكشوكه بتاعتنا. كان عندي خس بقى بحب ان انا اعمله كده علشان اغسله كويس. ورقه ورقه كده. حطيته بقى في ميه ولسه حطاه على الحوض بقى علشان اغسله كمان بالخل. وكمان البتنجان بتاعتي، البتنجان العروس، كان عندي الكميه دي ما كترتش عشان انا بس اللي باكله. غسلته وشلت طبعا الطربوش بتاعه، وكمان جبت شويه فلفل وقطعت البتنجان زي ما انتم شايفينه كده علشان لما احمره في الزيت يبقى يستوي معايا بسرعه ويبقى مفتح معايا. وهعمل بقى التتبيله اللي انا هحشي بيها البتنجان. هعملها حاجه بسيطه. انا جبت كزبره خضراء قطعتها زي ما انتم شايفين قطع صغيره قوي كده. هحط عليهم فلفل اخضر من اللي انا كنت ضرباه في اول الوصفه، فلفل من بتاع الشكشوكه. هحط عليهم بس حاجه بسيطه. وكمان حطيت الدقه اللي احنا بنعملها للمخللات دي، برضو انا عاملاها معاكم في الفيديو اللي قبل كده. ده كنت سلقه المخلل وكنت حاشياه بيه. دي عباره عن دقه بقى شطه وملح وفلفل وكمون وتوم وهريسه شطه، وطبعا ليمون، بحب الليمون اخلطه فيها. عايزين تحطوا خل حطوا خل فيها. قطعت طماطم بقى قطع صغيره زي ما انتم شايفينها كده، وحطيت فيها التتبيله. ممكن لو عندكم طماطم حجمها صغير ممكن تفتحوها بس تشققوها كده وتحشوا بيها التتبيله دي، تبقى احلى طماطم متبله كده تفتح النفس. ما شاء الله والله الحاجات دي هي اللي بتفتح النفس. السلطات والحاجات دي هي اللي بتخلي الواحد بياكل. البتنجان بقى سخن زي ما انتم شايفينه كده لسه محمراه. انا ما جبتش بقى التحمير علشان ما اطولش الفيديو اكتر من كده، كلنا عارفين نحمر البتنجان ازاي. حطيت بقى فيه التتبيله بتاعتنا، حشيتها من جوه ووقفته بالشكل ده. وبقيه التتبيله بقى في الشطه، حطيت الشطه جواها كده علشان اتبل الشطه كمان تبقى متبله. طبعا هي فيها التتبيله ليمون، لو ما كانش فيها ليمون كنت هعصر بقى عليها كمان شويه من الليمون، حتى قشر الليمون باين اهو. وحضرت كده الخس وحضرت الطماطم المتبله، والشكشوكه كمان كانت طلعت من الفرن. هي ما بتاخدش اي وقت، هي يا دوب بس بتتحط كده لغايه ما البيض يستوي فيها. اتاكدنا البيض استوى فيها بنطلعها لان احنا مسويين بقيتها كلها. جبت بقى شويه كزبره خضرا كده اكثر اللون، حطيتها على الشكشوكه بتاعتنا. وكمان الاطباق دي فيها بطاطس، ده من وصفه امبارح، يعني دي يعني بقيه الاكل بتاع امبارح. ودي ورقه الكفته اللي انا كنت عاملاها في فيديو امبارح، هنزله لكم ان شاء الله في شاشه النهايه اللي يحب يشوفه. كمان ده سلطه البتنجان برضو اللي كانت بايته من امبارح، حطيتها كده مع الاكل. حطيت العيش، حطيت الخس، حطيت كمان الصوبيا، والصوبيا برضو عملتها معاكم في فيديو امبارح. سهله وبسيطه من غير ما تكلفنا كتير. جميله جدا برضو، جربوها. يعني بصوا خدوا لما يبقى عندكم اكل باقي ممكن تعملوا عليه اي حاجه تانية وتاخدوا افكار هتنفع معاكم ان شاء الله. ومش شرط رمضان بس، ده كمان في وجبات الغدا بعد رمضان. وممكن طبعا تعملوا شويه بطاطس محمره بدل البطاطس اللي هي انا حطاها دي، لان دي كانت عندي من وصفه امبارح فحطيتها سخنتها وحطيتها. لكن انتوا ممكن تحطوا بطاطس محمره ويبقى عندكم المنيو كامل او الوجبه كامله معاكم. يا رب تعجبكم يا رب، والفيديو يعجبكم. ومش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. ولو عجبتكم الوصفه بقى ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.